الاقي حد مثلا يبقى في الغربه يقول لك السنه الجايه هنزل، انا امي وحشتني قوي، خلاص بقى ما لحقتش انزل السنه دي، انا هنزل السنه اللي بعديها. ينزل السنه اللي بعديها يحضر جنازه امه فيندم طول عمره اللي هو قد حياته وما نزلش يحضر ويعيش مع اهله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وكلنا بنعمله بشكل تلقائي ما بنبقاش واخدين بالنا ان احنا على طول بنعمله، وهو ليه الناس بتأجل حياتها. دايما الاقي حد مثلا يبقى في الغربه يقول لك السنه الجايه هنزل، انا امي وحشتني قوي، خلاص بقى ما لحقتش انزل السنه دي، انا هنزل السنه اللي بعديها. ينزل السنه اللي بعديها يحضر جنازه امه فيندم طول عمره اللي هو قد حياته وما نزلش يحضر ويعيش مع اهله، خسر عشان عمال يجمع في المال وبس. والاقي حد تاني بيأجل حياته، مثلا عايز يجيب تكييف وهو معاه حق كان ب 7000 جنيه وأجل لغايه ما بقى 35000 جنيه و40000 جنيه ومش عارف اجيب. ليه أجلت حياتك وما جبتوش؟ ليه دايما بنأجل سعادتنا؟ دي في العلم النفس اسمها تأجيل السعادة. بنأجل حاجات احنا المفروض نتبسط بيها واحنا عايشين. واحد يبقى تعبان وظهره مش قادر ورجليه تعبان ويأجل ويقول لك بكره هروح للدكتور، بعد ما اروح للدكتور تكون المشكله تطورت وما لقيتلهاش حل عشان أجلت حياتك وما ما رحتش للدكتور، عمال تاخد مسكنات وانت بتعمل المسكنات اللي تعبت بيها معدتك وتعبت بيها نفسك. ممكن كنت تروح للدكتور ساعه واحده بس هتلاقي نفسك عالجت المشكله من الاول. في قصه كانت عجباني قوي الطفل، يعني هي زعلتني بس في نفس الوقت هي بتحصل. كان جاي له كوتش جديد حلو جدا وكان فرحان بيه جدا وقال انا هاجله وهلبسه في العيد. جه يلبسه في العيد لقاه صغير عليه، زعل جدا واتقهر وقعد يعيط. حتى الطفل أجل حياته. ليه؟ عشان البيوت كلها على كده، ورث كده، أجل حياته زي مامته بتقول له خليه العيد. كانت مامته المفروض تقول له البسه واتمتع بحياتك وفي العيد هجيب لك غيره، لكن شالوا للعيد ما تهناش بيه واداه اخوه، واخوه بقى يلبسه اهو وتحصن يقول يا ريتني كنت لبسته. فتأجيل الحياه ده حاجه وحشه جدا. يا ريت ما نأجلش حياتنا ونستمتع بحياتنا. كان زمان يقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. احنا عايزين نعمل كده، ما نأجلش حياتنا، ما نأجلش حاجه المفروض نعملها دلوقتي نعملها السنه الجايه. محدش ضامن عمره. حد يكون زعلان مع امه وابوه ويقول لك ما هم كمان غلطوا فيا، انا صالح